المهم اخوتي، انا خدام وبلا ما تقول سميتي. المهم عايش انا وهاد السيده اللي تزوجتها غير زواج تقليدي هادي مده 5 شهور باش تزوجنا. والبارح جاي داخل لقيت رساله مكتوب فيها باللي مراتك دخلت واحد البارح مع الجوج، وانا بصح ما كنتش باين. دابا انا كرمت وتصدمت وعقلي طار، حيت غادي وكنحاوفر على قبالها وموفر ليها كل شيء وما بغيتش ندير والو حتى نتاكد. انا ما جبتش معاها الموضوع حتى نتاكد وبغيت رايكم. اول حاجه خصك تبقى ريلاكس. تاني حاجه ما تعرف شي حد عاملكم هادشي هذا باش يفرق بيناتكم، يعني باغي يخلق المشاكل بينك وبين مرتك. ثالث حاجه خصك تتاكد، يعني فعلا كرامتك تجرحت ولكن ما عندها حتى علاقه انك تظلم واحد الشخص غير حيتاش رساله مكتوبه. يعني خصك تشوف تاكد واش ديك الرساله بصح حقيقيه، يعني داكشي واش بصح اللي مكتوب فيها، باش ما تحطش البطل على السيده. باش ما تكون يعني خصك ضروري تكون عادل والانصاف في هذا الامر، وماشي غتجي تطيح الباطل. خصك تتاكد من الامر. ملي تاكد من الامر داك الساعاتيك كتجمع عليها الحجه والبراهين والدلائل وكتحط النقط على الحروف. هذا هو ما